أهلا بيكم في قناة مالرمير، ودي حلقة جديدة. عمرك قبل كده كنت ممكن تتخيل إنه يجيلك كابوس بسبب الأضحية؟ ده اللي حصل مع سامي. تعالوا نسمع بالظبط اللي حصل منه. كنت مروح للبيت بعد يوم طويل بليل، نور الأعمدة كان بيشتغل ويطفي، وأنا ماشي على الرصيف الفاضي لقيت فجأة قدامي بمسافة كنت شايف خروف كبير ماشي ببطء ناحيتي، وقدرت أتعرف عليه لأنه كان نفس شكل الخروف اللي اتذبح في العيد وكلناه. الخروف كان بيمشي بطريقة غريبة قوي، عدى كام بيت وهو بيبص قدامه، لا بيبص يمين ولا شمال، رأسه متثبتة على الرصيف قدامه بس. قربت من بيتي، قدرت أشوفه بيبدأ يدخل على منطقتي، جريت بسرعة على باب بيتي ودخلت جوه. من الشباك شفته وهو بيعدي من قدام الحوش، كنت بقول في سري يا رب يبعد عني، يا رب يكمل مشي بعيد عني. كان خلاص قرب يبعد عن بيتي، إلا إنه فجأة وقف وجسمه كله اتحرك بشكل غريب وهو بيبص ناحية بيتي. فضل واقف بالشكل المرعب ده، بيبص مش بيتحرك، مجرد واقف بيبص. الخروف كان رأسه عليها قرون كبيرة وعينيه فاضية من جوه، جسمه كان شاحب وباين عليه الهشاشة، وصوابعه كانت رفيعة وعظمية. فبدأت أسأل نفسي عايز إيه ده؟ ببطء بدأ يرفع إيده ويشاور ناحيتي، كأن روح الخروف اللي اتذبح راجعة تنتقم مني. بدأت أرجع بظهري في الظلمة، وفجأة صرخ صرخة عالية صحتني من النوم. أيوة، كل ده كان حلم. صحيت من النوم بس ما قدرتش أنام تاني لأني كنت خايف أرجع للنوم منه. ففتحت التلفزيون علشان أشغل نفسي وانسى الكابوس. لقيت الأخبار شغالة والمذيع قال: خبر عاجل، امرأة ساكنة في شارع 5 اتقتلت. الشرطة بتقول إنهم استلموا مكالمة مجهولة من بيت الضحية. وصلنا البيت حوالي الساعة 12:30 وشفنا الضحية جوه، وكان في كرت جنبها. واحد مات ببطء أنا بمشي. المأمور رفع الكرت، لقيت صورة الخروف المرعب مرسومة على الكرت من ورا. الضابط بدأ يقرأ كأنه قرأ حاجة شبه التعويذة، بعدين رفع راسه تاني والدم بدأ ينزل من عينيه ومناخيره، وكأن التعويذة بتشتغل على اللي بيقراها. بعدها البث اتقطع. قعدت هموت من الخوف. ايه اللي بيحصل ده؟ أنا مش فاهم حاجة، مش قادر استوعب. فجأة الكابوس خلص. أيوة، زي ما بقولك كل ده كان كابوس جوه كابوس، كأني كنت محبوس، وكنت بشكر ربنا إن اللي حصل ده كان مجرد كابوس بس، وإن مفيش حاجة منه حقيقية. وفي النهاية لو عجبتك القصة ما تنساش تحط لايك للفيديو يشجعني إني أكمل، وتبعت الفيديو لأصحابك، وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وتدخل تعمل فولو للتيك توك والإنستا اللي عليهم صور وفيديوهات عن القصص دي. ويلا سلام من غير باي.